السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم عصير سهل وسريع التحضير. يمكن لكم توجدوه في اخر لحظة لمائدة الافطار. فبالنسبة لمكوناته بسم الله على بركة الله. عندي حبة ديال السويله قطعتها قطع صغيرة اي الشمام، وعندي ملعقة من السكر الخشن اي سكر سنيدة، وعندي الحليب على حسب القوام ديال الخليط اللي بغيتو تحصلوا عليه. فهنا من بعد ما وضعت المكونات ديالي في الخلاط الكهربائي كنضيف القليل من الحليب وكنطحن المكونات كلها مع بعضياتها. نتوما كطحنوا الخليط ديالكم وانتوما كتضيفوا الحليب حتى كتحصلوا على القوام اللي بغيتو يجي عليه العصير ديالكم. فمن الاحسن ديروا كميه يعني معقوله من الحليب باش هكذا يجي معكم خليط خفيف. كيجي احسن بهذه الطريقه، الا كان خفيف كيجي لذيذ ويمكن لكم تشربوه بسهوله. فهذه هي وصفه اليوم، كنتمنى تنال اعجابكم وتجربوها وتشاركوها مع الاهل والاحباب، وكنقول لكم بسلامه عليكم وفي امان الله الى حلقه قادمه ان شاء الله.